السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة مش هطبخ ولا هعمل حاجة خالص. انا عندي اكل من امبارح بايت، فهنقضي بيه النهاردة. فانا النهاردة هعمل يعني الرخامة دي اللي انت شايفينها مهرجان، دي مهرجان فعلا. انا هظبط الدنيا وهظبطها كده، هظبطها معاكم. يعني شوفوا منظرها عامل ازاي. شايفين المنظر؟ منظر، بص، يعني منظر صعب. شو منظر. فانا هظبطها معاكم وارجع لكم. حطيت كلور واريال، خلطة يعني كده عشان ايه بتاع ده ينضف. ده كانت صعبة جدا، صعبة. بس كده نضيف اهي. هنشفها بقى. نشفت اهي، بقت زي الفل. قولوا لي بقى رايكم ايه في المشمع اللي انا فرشته ده بعد ما غسلت الرخامه وظبطتها. بس قولوا لي ايه رايكم في المشمع، حلو ولا لونه مش حلو؟ اهو جميل قوي اهو. قولوا لي بقى ايه رايكم بعد ما نظمت الدنيا. شوفوا كده. ايه
ايه رأيكم بقى؟ ايه كويس ولا ايه؟ كده بقى انا بغسل البيض اهو عشان هعمل رز بلبن، لان ادم ابني طلبوا مني بقاله يومين وعايز رز بلبن، فانا هخلص واعمله معاكم. دلوقتي هنعمل الرز بلبن. جبت كوباية رز على كوبايتين مية، تمام. هسيبهم يتسلقوا، هسيبهم يتسلقوا. هسيبهم يتسلقوا كده على النار، وارجع لكم تاني. يغلي اهو، السكر حسب ما اي حد بيحب السكر بتاعه، تمام. حطوا برضو السمنة البلدي. سيبها تغلي كده لما يغلي قوي عشان الرز يبقى دايب كده في اللبن. كده هنزل عليهم اللبن. الكيس التاني برضو. واهو يا حبايبي زي ما انتوا شايفين اهو، عملت لكم احلى رز بلبن اهو. ده عشان خاطر اندومي ابني، ادم ابني بيحب الرز بلبن قوي قوي قوي، فعشان كده عملت له الرز بلبن اهو. يعني كوبايه رز عملت الكميه دي اهي، 6 اطباق، والستة برضه اهو تانيين 6 اطباق، واحلى رز بلبن لادم ابني. وانا زي ما قلت لكم ان انا ما كان عندي اكل بايت من امبارح وقضينا بيه يعني وكده. عامة احنا لازم يعني نراعي الظروف اللي احنا فيها ونتصرف، يعني ما نقفش مثلا ان احنا نجيب يعني اي حاجة وكده، فنتصرف من الموجود في البيت وكده ويا رب، يا رب اكون خفيفة على قلبكم وارجو منكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس ويا رب ابقى خفيفة عليكم، يا رب يا رب.